اول شيء الف الف مبروك لجمهور الاتحاد على الفوز. يا اخي اقسم بالله انا عارف ان الفوز ده جاي حراق على ناس كثير، بالذات الناس ايش اللي اندقوا مننا كثير هذه الفتره. حقيقه الف الف مبروك لكل جمهور الاتحاد. انا عارف ان المباراه كانت صعبه، وعارف انه اجواء المباراه كانت سلبيه، والارهاق كان واضح جدا على اللاعبين، وكان في شويه استهتار من اللاعبين، لكن الحمد لله في مباريات الكؤوس اهم شيء انك تفوز. ودائما الفريق اللي يفوز في بدايه البطوله بطريقه صعبه سبحان الله دائما يحقق اللقب. فعلى العموم الف الف مبروك، وصلنا دحين نصف نهائي كاس الملك ومتصدرين الدوري. والله ودحين ما نعرف ايش اسوي يعني. نشارك في اسيا؟ طيب خلونا نشارك في اسيا يا شيخ، نروح نحققها ونجي، يعني مو معقول بس نفوز نفوز نفوز. من جد ايش معنى كلمه هارد لك؟ ايش ذا؟ طفشت يا اخي، انا قلت اليوم حنخسر وكذا. اما بالنسبه لقروهي اقسم بالله ما قصر اللاعب هذا. اذا توصل ضربات جزاء حط في بطنك ايش؟ بطيخه صيفي، حقيقي ما قصرت يا قروهي. اما بالنسبه لحارس الفحاء فلادير بوتين ما ادري ايش اسمه، المهم لاعبين الاتحاد اشتغلوا على استفزازه. وحقيقي 3 ضربات او 4 ضربات من ال5 ضربات اللي اتشاتت، هي 4 ضربات اللي اتشاتت تقريبا، 3 منها كانت في النص كذا استفزاز. حقيقة أنا عجبني الاستفزاز. تبي تتحدى تعال يا حبيبي. المهم الفيحاء عندك في السوبر، في الدوري، ودحين في كأس الملك. على العموم ألف ألف مبروك النور، أفرحوا وطقطقوا وتونسوا كمان.